بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة، وليلة مقبولة وسهرة إن شاء الله ماتعة، وأسأل الله الذي جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعل الله عز وجل غفرانه وعفوه وستره حالا بنا وببيوتنا وأهلينا وأزواجنا ووالدينا، إنه أكرم مسؤول. أيها الإخوة، اليوم نحن 27 رمضان، ورمضان خلص، يعني باقي اليوم الثلاثاء وأربعاء والخميس غالبا، والله أعلم يعني بيكون العيد الجمعة. أيها الإخوة، ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان وبعد السهر وبعد القيام وبعد الصيام وبعد التراويح؟ وماذا بعد البكاء وقيام الليل وقراءة القرآن؟ وماذا بعد أن عرفنا طريق الله سبحانه وتعالى؟ قال ربنا عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. العبادة أيها الإخوة تعرف أنها قبلت أو ردت لا قدر الله من آثارها، وآثار رمضان هي استقامة العبد على طاعة الله عز وجل بعد رمضان. فالمستقيم على الطاعة بعد رمضان هذا منشور قبول من الله سبحانه وتعالى، والذي تنكب طريق الهداية وعاد إلى سالف عهده من المعاصي والخطايا والذنوب والتخليط والتقصير، هذا والعياذ بالله منشور رد من الله جل جلاله، ونسأل الله أن لا يردنا، نسأل الله أن لا يفتننا. أيها الإخوة، أعز ما في العبد أعز ما فيه جبينه، وأعز ما فيه أرنبة أنفه، وهذه التي تذل على باب الله عز وجل. وكلما ذل العبد على باب الرب جل جلاله أكثر، كلما أعزه الله عز وجل أكثر، كلما قربه الله عز وجل أكثر، كلما أدناه الله سبحانه وتعالى أكثر. المسكين الذي لا يسجد، المسكين الذي لا يطيل السجود، المسكين هو الذي لا يعرف اللذة، لا يعرف طعم الدنيا، خرج من الدنيا ولم يذق ألذ ما فيها، وألذ ما في هذه الدنيا السجود. لا تعدل لذة السجود بلذة أخرى طالت أو قصرت، مالا كانت أو سلطة أو جاها أو نساء أو عقارات أو شهادات، كل هذه اللذائذ منقطعة أمام لذة أن يذوق العبد السجود بين يدي الباري جل جلاله. البكاء على اللي ما بيسجد، البكاء على الذي لا يطيل السجود. أيها الشباب، إبليس كان من الجن، وكان يعيش في الجنة، وكان طاووس الملائكة، وكان أعلم الخلق بالله عز وجل. لما أمره ربكم سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم صار يتحجج، مرة يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين، ومرة يقول له أنا خير منه، ومرة يقول كذا، ورفض أن يسجد لآدم. والسجود لآدم ليس لآدم، السجود لرب آدم سبحانه وتعالى، إنه مطيع لله عز وجل في هذا الأمر. لكن إبليس عصى وتمرد على الله جل جلاله، ورفض أن يسجد لآدم عليه السلام. طيب، ماذا كانت نتيجة هذا الرفض وهذا العنفوان، هذا الكبر، هذا التكبر على أمر الله؟ أن الله أخرجه من الجنة ولعنه وطرده إلى يوم يبعثون.
وبعد ما الله طرد وقال له تحدى الله عز وجل فينا، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس طرد من الجنة بسجدة واحدة عصى فيها ربه عز وجل. يا شباب، نحن عندنا في كل يوم 34 سجدة، في كل يوم عندنا 5 فروض، وفي كل فرض نسجد لله سبحانه وتعالى. فإذا كان إبليس طرد من الجنة بسجدة واحدة عصى الله عز وجل فيها، طيب أنا وأنت 34 سجدة. في ناس ضيعت الصلاة يا أخواننا. ذكرت لكم حين قرأنا سورة مريم أن الله عز وجل افتتح مريم بذكر عبده زكريا، وبعدين يحيى، وبعدين مريم، وبعدين إبراهيم، وبعدين إسماعيل وإدريس، وبعدين موسى، وبعدين قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. المصيبة العظمى أنه أنت تضيع البوصلة، المصيبة أن نفقد التوجه الصحيح في هذه الدنيا. التوجه الصحيح ليس للمال، ظل زائل ومال مائل، ولا للجاه، كمان الجاه يزول. أين الوزراء؟ وأين رؤساء الوزراء؟ أين الضباط الذين كانت ترتجف في الأرض منهم جاههم ذهب؟ الجاه يذهب يا أيها الإخوة، والمال يذهب، والنساء تموت وتذهب، والأولاد يتنكرون لأهليهم. كم وكم رأينا، والله العظيم هنا في وسط المسجد أوقفني بعض الإخوة رحمه الله توفي، بعد ما خلص ما ضل غيري أنا وياه بالجامع، قال لي شيخ بتعرف ابني فلان؟ قلت له طبعا والنعم، فلان مهندس ابنك أعرفه. قال لي الله يغضب عليه. لا يا حجي، ليه؟ قال لي والله ضربني 4 كفوف على وجهي وشلحني العقال وضربني فيه على ظهري. أحيانا ابنك يكون سبب بلائك في هذه الدنيا. المال رايح، والولد رايح، والبنت رايحة، والجسم رايح. يا أخواننا، بارح كنا وشباب صغار عم ننط النطة 5 امتار، اليوم أدوية وأمراض وكيس. الذي يبقى هو وجه الله عز وجل، الذي يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل هذا الوجود ماضي. أنت علاقتك مع الله عز وجل كيف؟ علاقتك مع الباري سبحانه وتعالى علاقة مزاعلة، دائما متزاعلين ومتخانقين وتاركوا وهاجروا. 34 سجدة يقول لك رب العزة عز وجل فيها أقيموا الصلاة، تقول له أنا ما بدي أصلي. يا مسكين، مش أنت ما بدك تصلي، الله ما بده إياك. يا أخواننا، المصيبة إنه الله يطردنا، المصيبة إنه الله ما بده إيانا. ليست المصيبة إنه تفكر حالك أنت ما بدك. اسمعوا ماذا قال ربكم عز وجل في المخلفين المعذرين، قال أولئك الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. المصيبة إنه الله ما بده إياك، مش تفرح إنه أنت متنمرد على الله، لا، الله ما بده إياك، الله عز وجل ما بده إياك، ولو كان بده إياك كان جابك. وإذا جابك وتعرفت عليه وسجدت إليه اوعك تترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر لا الزنا ولا السرقة ولا الخنا ولا العقوق التعرب بعد الهجرة. بعد ما هاجرت ووصلت تروح تصير أعرابي، تلتهي بالغنم وبالإبل وبالحليب وبالنوق وبالماعز، بعد أن عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ذقت لذة السجود، وبعد أن أحييت ليلة القدر، وبعد أن سجدت وأطلت الوقوف بين يدي الله عز وجل، بعدين تقول له والله ما عجبني. ارجع إلى حياتك الطبيعية. مش أنت ما عجبك، الله ما بده إياك. ولو كان الله يريدك لجاء بك سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فجأة بيجي واحد أعرابي راعي غنم، فيدخل ويكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصطفى يقول له على رسلك يا أخي العرب، اجلس. يقول للصحابة، يقول والله لا أعرفه، هذا أول مرة بشوفه أنا. قم
وقص على أصحابي ما سمعت. أعرابي فايت عم يقول للنبي قصة، النبي أول مرة بيشوفه، قال له لا تروح احكي لأصحابي ماذا سمعت، أنا أول مرة بشوفك. فقال كنت أرعى غنما لي في عوالي المدينة، فعدى عليها ذئب فأخذ منها غنمه ومضى. قال فتبعته حتى استخلصت الغنمة من أنيابه. قال الأعرابي يا رسول الله، فذهب الذئب فأقعى على ذيله وجعل يقول كيف تخلصني رزقا ساقه الله إلي. الذئب عم يقول لمين؟ للراعي. فقلت وعجبا، ذئب يتكلم؟ فقال لي الذئب وأعجب من هذا، أخبرك بشيء أعجب من هذا، إنك عم تسمع كلام الذئب؟ قلت نعم. قال محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في المدينة ما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة وأنت ترعى غنما لك في البادية. تارك النبي وتارك المدينة وعم ترعى غنم، هذا من يقوله؟ الذئب. لمين؟ للأعرابي. قال فتركت، قلت له، هو الأعرابي يقول للذئب، يقول له ولمن أترك غنمي؟ قال أنا برعى لك إياها. الذئب يقول للراعي، قال له أنت ما عليك تليك الأغنام وأنا أرعاها لك، بس أنت اذهب وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا، الذئب عرف مقدار المصطفى عليه الصلاة والسلام. الشجر، الحجر، الضب، الغزال، الجمل، كلها عرفت قدر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الخشب اليابس، الجذع الذي كان يخطب عليه. إلا نحن مرة بده يتفلسف، مرة بيقول لا تقول سيدنا، مرة بيقول لا تشرك بالله عز وجل مع النبي بشر، محمد لا تقول سيدنا. ثم يبتعد عن المحاريب والسجود ويتنكب وبيروح بيعيش مع الدنيا، يأكل ويشرب ويلهو ويتزوج وبيجيب أولاد ويفتح محله بيسكر. يا أخواننا، هذا ضيع أجمل ما في هذه الدنيا وألذ ما في هذا الوجود، وهو السجود بين يدي الله عز وجل. إيمت يقترب العبد من ربه سبحانه وتعالى؟ لما بيسجد. قال ربنا سبحانه كلا لا تطعه واسجد واقترب. واسجد واقترب، كلما سجدت أكثر كلما اقتربت أكثر. ويختم ربكم عز وجل سور كثيرة ويقول فاسجدوا لله واعبدوا. السجود هو علامة العز في الدنيا وعلامة النجاة يوم القيامة. والآن أيها الإخوة سأشرح لكم آية تمرون عليها كثيرا، وأنا مثلكم ما كنت أعرف، لكن من واجبي أن أخبركم حتى نتعرف على العلامة التي بيننا وبين بارينا جل جلاله. في علامة بيننا وبين الله عز وجل. قال ربنا عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. بيقول لك فلان عم يعصي الله، وليك الله شو عاطيه؟ أموال ونساء وسيارات وعقارات. يا مسكين، هذا عم يستدرجه، هذا عم يستدرجه بنص القرآن الكريم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الحديث طويل عبارة عن صفحتين سأختصره عليكم. أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقوم مناد يوم القيامة فينادي ليقم كل عابد إلى ما كان يعبد. كل واحد يروح لعند الإله اللي كان يعبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيتمثل الصليب لأهله في النار فيهون فيه في النار، ويقوم اليهود فيهون في النار، واللي بيعبدوا الشجر واللي بيعبدوا العجل واللي بيعبدوا الشمس واللي بيعبدوا القمر، وهكذا
كل إله يذهب إلى النار مع من كان يعبده. ولذلك المنافقون اعترضوا فقالوا إمانات عيسى وعزير في النار، فنزل قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. قال المصطفى: حتى لا يبقى في المحشر إلا المؤمنون من بر وفاجر. كل المؤمنين اللي فجروا وعصوا وتمردوا وما صلوا وما سجدوا، والمؤمنون الساجدون الراكعون. قال: فيأتيهم الرب بغير صورته فيقول: أنا ربكم، أنتم ليش مستنين؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، أنت ما لك ربنا، نحن نعرف ربنا. فيقول لهم جل جلاله: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم، الساق. قال ربنا جل جلاله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال المصطفى: فيأتيهم الرب جل جلاله في صورته فيكشف عن ساقه فيخر له من كان يعبده في الدنيا خالصا ساجدين. وأما من كان يعبده نفاقا ولا ما كان يسجد فيأتون ليسجدوا فيجعل الله عز وجل ظهورهم خشبا فينقلبون على قفاهم ثم يقذفون في النار. لا يبقى إلا من كان يسجد لله سبحانه وتعالى خالصا مخلصا في الدنيا. أيها الإخوة، لما أنت بتقوم تصلي في شيء عم يصير بس نحن ما بنشوفه. أنا أقول لكم دائما هذه الكلمة لأننا طين، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث روح، والروح ليست من طين، الروح مخلوقة من الله جل جلاله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. نحن طين ما بنشوف، لكن لما بتقوم بتصلي بتتوضأ وتأتي إلى القبلة وتقول الله أكبر. شو عم يصير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام المصلي يصلي ذر البر على رأسه، حتى إذا ركع علته رحمة الله، والساجد يسجد على قدمي الرحمن فليسأل وليرغب. لما عم تصلي في بر عم ينذر عليك، بس أنت مالك شايف، مثلي أنا ما عندنا شايفين. هذا سنراه عيانا يوم العرض على الله جل جلاله، حنشوف كل شيء، لأنه كل شيء سيظهر. اللي كان بيننا وبينه حجاب الطين، حجاب التراب، لو كان طولك 3 أمتار ولو كان عرض كتافك 2 ووزنك 200 كيلو، بعد 2 3 في القبر لن نراك، تصير شوية هيكل عظمي. لو كنت أغلى الناس على أولادك ما بيحسنوا يخلوك على بفراش الموت 2 3 ساعات، بعدين بيقولوا خذوه على البراد، طلعت ريحته، طلعت ريحتك. أولادك بتنكروا لك، وبناتك وزوجك وأمك وأبوك يحطوك بالبراد مشان تاني يوم يحطوك بالتراب. لأنه إذا لو ضليت بالبيت ليلة واحدة بتخنق الحارة، 2 ليلة بتخنق الحي، 3 ليالي كل مدينة دمشق بصير كوليرا وأمراض وذباب من جسمك. هذا الجسد الذي ما كنت تسجد به بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ساعتك شب إذا بتميل على الحيط بتهده، ليه ما تسجد؟ وليش تارك المساجد؟ لمين يا أخواننا بنيت المساجد؟ الله يرحم اللي بنوا لنا هذا المسجد رحمهم الله عز وجل، الله يمد بعمر اللي بقي منهم. لمين بنوا هذا الجامع؟ ما إلنا بنوه. ليه الناس ما بدها تيجي إلى المساجد؟ وليش الشباب لا تريد أن تسجد؟ ولماذا لا تريد أن تذوق ألذ ما في هذا الوجود وهي السجدة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ساجدا، قال: فسمعته يقول في سجوده: اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ورسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. سيدة عائشة افتقدته ليلة وإذا به قائم يصلي، دنيا ليل عتمة وإذا به مرمي كثوب الخلق رسول الله ساجد طول. قالت حتى خشيت أنه قد قبض، فكرته مات فحركت إبهامه فتحركت. معناته مش ميت النبي، بس هو ساجد بين يدي الله عز وجل. ولذلك اللي ما ذاق ما بيعرف. يعني أنا كيف أصف لك العسل؟ والله العسل طيب. شلون يعني شيخ طيب؟ والله طيب حلو، يعني مثل السكر؟ لا يا أخي، شو سكر؟ طيب عسل حلو، يعني مثل القطر؟ والله أنا ما بستطيع أن أصف لك العسل حتى تذوق. إذا أنت ما ذقت لا يستطيع أحد أن يصف لك لذة العسل، ولا يستطيع أحد أن يصف لك لذة السجود حتى تسجد. تترك الناس يناموا وفي خلوتك وتقوم ساجدا بين يدي الله عز وجل. أمن هو قانت آناء الليل قائما وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اللي ساجد وقائم بين يدي الله عز وجل هذا مثل اللي نايم وعم يشخر؟ هذا مثل اللي عاصي؟ هذا مثل اللي بعيد عن الله عز وجل؟ الذي يخدم بيوت الله عز وجل مثل اللي قاعد ببيته؟ الذي يخدم عباد الله، الذي يعلم القرآن، الذي يربي أجيال، الذي يدل الشباب على الله سبحانه وتعالى. رمضان يا أخواننا خلص يومين وكل واحد كل عام وانتم بخير على العيد. طيب ماذا أثر فينا رمضان؟ هل عاهدت الله عز وجل أن لا تترك صلاة الجماعة مع الإمام؟ هل عاهدت الله عز وجل بعد 20 تراويح و8 وتر قيام و3 وتر، هل عاهدت الله أنه يكون لك ركعتين في الليل بينك وبين الله جل جلاله، أن تسجد سجدة طويلة؟ اطلب من الله يا أخواننا. الله عز وجل يقول عن ذاته إن الله على كل شيء قدير. كلمة شيء نكرة، كلمة شيء تشمل كل ما يخطر لبالك، تشمل كل ما يخطر لبالك. اطلب من الله أشياءك وحاجاتك ودراستك ومالك وزكاتك ومعملك ودكانك وبيتك وكل شيء اطلبه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الخروج من ليلة القدر ونحن لا ندري أنها ليلة القدر. نحن قمنا هذه الليلة وقبلها الليالي، وإن شاء الله يكرمنا نكمل الليلتين الباقيتين. نحن لا ندري أين هي ليلة القدر، لكننا نجتهد علّه أن يوافق قيامنا ليلة القدر الشريفة. يعني خلص هيك خلاص خلصنا؟ لا يا أخواننا، ما خلصنا، الآن بلشنا، الآن بدأنا. استقاموا بعد رمضان في 6 أيام من شوال صيام، وبعدهم بيأتيك الأشهر الحرم، تأتيك ذي القعدة وذي الحجة وعرفة وإلى آخره. العبد في طاعة مستمرة، خلص من طاعة بيبدأ بطاعة، لعل الله أن يختم لك وأنت على طاعة. شوف كيف ممكن يختم الله لك وأنت ساجد. تقول العرب كل إناء بالذي فيه ينضح. أنت هل كان ينضح ليلك سجود؟ سيختم لك ساجدا. هل كان ينضح لسانك ذكر؟ سيختم لك ذاكرا. هل كان ينضح قلبك حبا لله ولرسوله؟ سيختم لك. ولا كان يا ترى ينضح شهوة ولذة وبعدا ومعصية لله سبحانه وتعالى؟ إذن 34 سجدة في كل يوم، هذا ناهيك عن السنن. نحن نتكلم عن الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا. إذا كان إبليس بسجدة واحدة طرد، طيب ماذا نقول لهذا الذي يترك 34 سجدة غير سجدات الليل وسجدات التلاوة؟ في 15 موضع في كتاب الله عز وجل يسن فيها
سجود التلاوة 14 موضعا مجمع عليها، وفي موضع في خلاف في سورة صاد. ذهب الشافعية ومعهم الحنابلة أن أظن المالكية أنه لا سجود فيها وهي سجد شكر، وذهب الحنفية والحنابلة أنها سجد التلاوة. سجد التلاوة 15 سجدة. واحد من الصحابة جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت الليلة عجبا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيتني أصلي وأتيت على سورة السجدة وأتيت على آية السجدة. قال: يا رسول الله، كنت أصلي إلى شجرة، حاط شجرة قدامه وعم يصلي مساري يعني. قال: فسجدت الشجرة فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ السجدة وسجد ودعا بدعاء الشجرة اللي سمعها هذا الرجل. يا الله، كل شيء كل شيء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. الله جاب الشجر كله وجاب الشمس كلها، القمر كله، النجوم كلها، والدواب كلها. ولما اجى لعند حضرتك ما قالوا كل الناس، قال وكثير من الناس، وكثير حق عليهم العذاب. دققوا يا شباب: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يريد. اللي معناته إذا ما في سجود معناته الله أهانك. إذا الله أهانك مين سيكرمك؟ لذلك يا أيها الإخوة، خلونا نثابر بعد رمضان ونواظب على السجود. 34 هذه مو على كيفك، هذه مشغولة ذمتك بها، ثم تنشئ لله عز وجل ما تستطيع من النوافل، من قيام الليل، من ضحى، من قضاء الحاجة، من تسابيح، إلى ما هنالك. الباب مفتوح، وكلما أكثرت من النوافل كلما أحبك الله عز وجل. قال ربنا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بتصير حبيب الله وأنت في الدنيا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استجار بي لأجيرنه. وخصوص الشباب اللي أمامهم اليوم، أمامهم مغريات، السلام عليكم، أمامهم مغريات كثيرة، والدنيا فتحت لهم أبوابها بشكل مخيف. هؤلاء الشباب إذا استطاعوا أن يثبتوا على العهد وعلى الاستقامة بعد رمضان، هذول غالين على الله عز وجل، غالين على الله سبحانه وتعالى. القضية بدها عهد. بقي من رمضان ليلتين، اليوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، والأربعاء ليلة الخميس. وبالغالب والله أعلم أنه رمضان هذا العام سيكون 29 يوم، وبنعيد يوم الجمعة، والله عز وجل أجل وأعلم. رمضان مو بالإنشاد والقصائد، شيء جميل، لكن فودعوه ثم قولوا له أوحشتنا يا شهر الصيام. بس أنت شو عملت بشهر الصيام؟ يا أخواننا، رمضان سيصعد إلى الله جل جلاله. صباح العيد بيطلع رمضان إلى الله جل جلاله، وحامل معه صيامنا وقيامنا ودعاءنا وأذكارنا وصدقاتنا وزكواتنا، وكل واحد عنده دفتر علامات. هذا علامته 100%، رسول الله 100% صلى الله عليه وسلم. وفي واحد 90 كمان ممتاز، تقديره ممتاز، يعني واحد 88، واحد 70، واحد 60. المصيبة يا أخواننا أنه يكون رمضان مبخوش، يعني غير مقبول. هذا اللي يستطيع أن يبكي دما يبكي. لكن إن شاء الله نحن فعلنا، لا نقول ما علينا، وإنما نقول فعلنا جهدنا واجتهدنا، ونسأل الله عز وجل أن يوافق جهدنا قبولا من الله سبحانه وتعالى.
وأسأل الله أن يجمعنا في كل عام في هذا المسجد المبارك، وأن نحيي الليل ونقوم ونتهجد. لا أحد يقصر يا أخواننا، باقي هي الليلة 3 ليلة الأربعاء. لا تجي لحالك، جيب معك جارك، إذا جايب السيارة جيب رفقاتك بالحارة بالبناية. خلونا نصلي اليوم التراويح ونقوم الليل أيضا الساعة 3 بالليل ليلة 28، ثم ليلة ختم القرآن الكريم ليلة الخميس هي أيضا ليلة ختم القرآن. وأنا أقول لكم سر، قلت للإخوة اللي يجالسونني يعني والله، لكن لا تنقلوا عن لساني هذا، المشكلة أنه درس مسجل. يا أخواننا، أكثر أهل الولاية، أكثر أهل القرب يقولون أن ليلة القدر ليلة 29، وسمعت من بعضهم أنه جربها 20 سنة. ليلة 29 أخطر الليالي، هذه أخطر الليالي، لأنه بيفكروا الناس أنه هن خلص قاموا أدوا ما عليهم. النبي يقول تمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وليلة 29 ليلة اللهو واللغو والعيد والناس مشغولة. أنت تعال إلى المسجد، ما بدك تيجي على الجامع، قوم في بيتك 8 ركعات، اقرأ ياسين فيهم، اقرأ فيهم الأنعام، فيهم اقرأ الأنعام، واستودع الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن شهدوا ليلة القدر، واكتب لنا شهودها إن كانت باقية في رمضان، ولا تحرمنا ما عندك بسوء ما عندنا، واكشف عنا كربنا، ونفس عنا همنا، وأجب اللهم دعاءنا، وأذقنا لذة القرب من جنابك، وثبتنا بقولك الثابت حتى نلقاك وأنت راض عنا. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.